ابن السرداب. أكيد سمعت عن السراديب والأنفاق اللي ماشية تحت مدينة اسكندرية من عصر البطالمة. طب عمرك سمعت عن ابن السرداب؟ النهاردة أنا جاي أحكي لك حكايته. حكايتنا النهاردة حكاية شعبية مشهورة بين أبناء اسكندرية، وبالأخص أبناء حي كرموز. حي كرموز الحي الشعبي الجميل اللي موجود في قلب اسكندرية، اللي زمان أيام البطالمة كان جزء من الحي الوطني، الحي المشهور بالعمود العملاق اللي واقف في وسط الحي وكأنه بطل إغريقي بيحرس المدينة من 1700 سنة. العمود اللي سماه أهل اسكندرية عمود السواري، تعيش ناس وتموت ناس والعمود ده واقف مكانه. العمود ده كان في وسط معبد السرابيوم، أكبر معبد في مدينة اسكندرية البطلمية، وبالذات تحت الأرض، وخصوصا الصهريج البطلمي اللي عمره 2200 سنة، والسراديب اللي طالعة منه وماشية في كل حتة تحت المدينة. بس حكايتنا النهاردة حصلت في نص القرن العشرين، مش في عصر البطالمة. وفوق كل الكنوز الأثرية دي المتبقية من زمن كان فيه اسكندرية قلب العالم المتحضر، قرر المسؤولين في الحكومة إنه يعملوا أول تجربة للمساكن الشعبية، مساكن الطوبجية الشعبية اللي سماها أهل كرموز مساكن السجن. هي مساكن شعبية بس مش بالشكل المعروف، كانت شبيهة بالسجن، يعني ما تفرقش حاجة عن سجن الحضرة. الشقة فيها عبارة عن أوضة وصالة، والصالة فيها الحمام والمطبخ، وما فيهاش غير شباك واحد طويل مقفول بقضبان حديد. علي كان اسمه الحقيقي اللي موجود في شهادة الميلاد، أما جريشة فده اللقب اللي أطلقوا عليه أهل الحي، لأنه كان في الكورة حريف وسريع زي نجم الإسماعيلي على أبو جريشة. كان أسرع وأحرف لعيب كورة جابته كرموز. اتولد جريشة في أسرة بسيطة وسط إخوات ياما، يا دوب بتجيب لقمة عيشها بالعافية، والعيلة دي كلها ساكنة في شقة واحدة في مساكن الطوبجية. علي ومن هو طفل صغير رباه واحد من شيوخ المساجد الأهلية اللي موجودة في كرموز. كان جريشة بيحب الشيخ ده زي أبوه، لأنه كان الشخص الوحيد اللي بيعطف ويحن عليه. بس عشان يصرف على نفسه كان لازم يشتغل أي حاجة. جريشة اشتغل كل حاجة وأي حاجة. جريشة ما كانش بيطيق يعيش في شقتهم الضيقة، لأنه كان بيحس فيها كأنه مسجون. كان بيتخنق من الزحمة، مش عارف ينام ولا يتنفس. فاتمرد جريشة على السجن ده وأخد قرار هينام في حضن أجداده. كان بينام هناك تحت بقايا معبد السرابيوم، أو حتى بين الميتين في مقابر العمود، المقابر اللي كان بيلجأ لها كل أنواع الخارجين عن القانون، سلاح، مخدرات، مسروقات، لكن كل حتة فيها وفيها. لكن جريشة رغم قسوة الحياة عليه كان قلبه طيب وحنين، كان بيسمع كلام الشيخ اللي مربيه، بس دايما كان نفسه يحس بقيمته وسط الناس، وده اللي خلاه يبدأ يمد ايديه ويسرق من شون المينا والجمارك، مش عشان ياكل ويشرب بس، لكن الفلوس كانت بتحسسه بقيمته وسط الناس اللي حواليه. وسنة 1962 بنت شركة الكهرباء مساكن تابعة ليها جنب بابور الجاز، أقدم محطة كهرباء في مصر، بس كانت مختلفة كتير عن مساكن الطوبجية. الشقة أوضتين وصالة ومطبخ وحمام وشوارع متسفلتة. الشوارع دي استغلها شباب حي كرموز يعملوها ملاعب للكورة، يعني مساكن شركة الكهرباء بقت فاكهة الحي. جريشة زي ما قلنا كان أحرف لعيب كورة في اسكندرية، وده خلاه أشهر واحد في دورات الكورة الشراب الشعبية. الدورات دي ساعات كانت بتتلعب على فلوس، وده اللي كان بيخلي الفرق تغريه عشان يجي يلعب معاها، يعني كان لعيب محترف. ومن الفلوس اللي كان بيكسبها من لعب الكورة، وكمان شوية الحاجات اللي بيسرقها من شون المينا والجمارك ومخازن تروماي البلد، كان بيصرف منها على الغلابة وعلى أطفال الحي الصغيرين، وده اللي خلى كل أطفال كرموز تعشقه وتحبه. وكمان لأنه كان بيعاملهم بطيبة وحب، مش زي ما كان الناس بتعامله وهو صغير. ساعات كان يوقف عربية قصب ويشتري القصب اللي عليها كله ويوزعه على الأطفال، أو يوقف الراجل بتاع الفول ويقول له اعمل أطباق ويأكل كل اللي موجودين في الحي. وساعات يوقف بياع برتقان ولا خس ولا جزر ويشتري كل بضاعته ويوزعها على كل أطفال الحي. ما هو معاه فلوس بقى، وده اللي كان بيحسسه بقيمته. لكن عمره ما مد ايده وسرق حاجه من الجيران ولا الدكاكين اللي موجوده في كرموز. طول عمره بيستحرم يمد ايده على فلوس الغلابه، هو اللي كان في دماغه يسرق من الحكومه والشركات وبس. وشويه شويه جريشه بقى الكبير في المنطقه، من الصغير للكبير بيحبوه، مش بس عشان الحاجات اللي كان بيسرقها ويوزع فلوسها على الغلابه، لا، لانه كان طيب وحنين وبيجيب للغلبان حقه.
ستات كرموز كانوا بيروحوا له لما يتسرق منهم حبل غسيل ولا بطه ولا ديك شركسي عشان يرجعه لهم. مفيش مريض يعيا لما يزوره، ومفيش فقير الا لما يساعده. ده طبعا غير حب الاطفال ليه. من الاخر كده بقى روبن هود كرموز كان بيستخدم كل الفلوس اللي بيجيبها من السرقه عشان يسعد اللي حواليه. وطبعا شهرته كانت في الكوره كبيره جدا. طول عمره بيلعب الكوره حافي، لا عمره حب جزم ولا شباشب. طول عمره عنده هوايه يطلع جبل كوم الشقافه او ينط السور لكفر عشر. وشويه شويه الفلوس جرت في ايده، فاجر له شقه في حاره متفرعه من شارع العمري. اشهر زمايله في لعب الكوره كان واحد اسمه سعيد اير، ده من اشهر الناس اللي لعبوا كوره في اسكندريه. اما باقي الاشقياء اللي في كرموز البوليس كان مضايق عليهم، مش مخليهم يعرفوا يتنفسوا، فلموا بعضهم وراحوا لجريشه يشتكوا له ويقولوا له احنا تعبانين قوي يا جريشه، الحاله ضيقه ومفيش فلوس وانت الدنيا حلوه معاك، خدنا في ريحك يا جريشه، الدنيا جايبه اخرها معانا. فهم جريشه ان هم جايين عايزين يشتغلوا معاه. هو ما كانش عنده مشاكل، طالما هيبقى الكبير الكلام كلامه والشورى شورته. قال لهم ماشي، بس انا ليا شرط واحد، اللي اوله شرط اخره نور. احنا عمرنا ما هنسرق من الغلابه، لا في كرموز ولا في كوم الشقافه. قالوا له امال احنا هنسرق من مين يا جريشه؟ ده احنا لو هوبنا بره كرموز هنتقفش، احنا ملناش دعوه بالغلابه، احنا هنسرق من الشركات والحكومه، فلوسهم كتير ومحدش بيدور وراهم. نسرق من الشركه الاهليه، من شركه ليبون، من مخازن التروماي، من مقاولين اللي شغالين مع الحكومه. ما هي الشركه اللي بتبني المساكن بترمي الحديد والسمنت في الشارع. احنا هنروح نتفق مع العربجيه، وكل عربجي هياخد له سيخ ولا 2 على عربيته، وفي الاخر هتجمل. العربجي من دول هياخد سيخ ولا 2، واحد مننا هيمشي وراه بعجله عشان يشوفوا هيرمي السيخ فين، وهنجيب عربيه تبعنا تمشي تلم السياخ دي، وفي الاخر التورناطه بشيء وشويات. ده غير مخازن التروماي مليانه حديد ونحاس من ابو شيء وشويات. الله عليك يا جريشه، مخك يتقل بالذهب. رسم جريشه الخطه ولم العصابه، هو وعريضه اللي ساكن في شارع خوف، وخطيره والواد رفيعه وابراهيم شرف اللي ابوه كان شغال مخبر في كراكون كرموز، وبكده بقى عندهم مصدر معلومات من جوه الكراكون. ورغم كل ده جريشه منساش هوايته، ان هو يفضل يلف جوه السراديب تحت اسكندريه اللي كان اهل كرموز بيخافوا يهوبوا ناحيها احسن يتوهوا او يركبهم جن. ما السراديب دي مسكونه من زمن الزمن. اما جريشه فكان قلبه جامد، لا بيخاف يتوه ولا بيخاف من عفاريت، بالعكس ده هو اللي كان عفريت وحافظ السراديب دي شبر شبر زي خطوط ايديه. على طول عارف هيخش منين وهيطلع منين. يدخل سرداب من كرموز يطلع من كوم الدكه. جنب سور القطر كان في سلالم 19 سلمه بالظبط، ينزلهم جريشه يلاقي فتحه السرداب. يدخل السرداب يلاقي اوض كتير، كل اوضه فيها فتحه بتودي السرداب بيودي لحته تانيه. جريشه كان معلم السراديب دي بعلامات، كل سرداب ليه علامه على الارض عشان يعرف هيخش منين وهيطلع منين، والسرداب ده بيودي لفين. يدخل من صهريج الانتيكه يطلع من صهريج دار اسماعيل، ولو مشى شمال يدخل سرداب يوديه لصهريج نظير اغا، ولو حب يتمشى ويطول شويه هيطلع من صهريج صفوان في شارع فؤاد، ولو طول هيطلع من صهريج ابن النبي في الشلالات. وده كان السر الخصوصي بتاع جريشه. جريشه في كرموز بقى حامل حمى ورجالته مسيطره في كل حته، لكن كان ليه خصم واحد، ابراهيم البيس، اخطر شخصيه في كرموز. ابراهيم البيس كان شغال فراش في الاتحاد الاشتراكي في شارع ازيز. وعلى فكره ابراهيم البيس من شهرته اتعمل له فيلم اللص والكلاب. اتحبس في قضايا سرقه كتير، ولما طلع من السجن اشتغل بلطجي. كان بيفرض اتوات على كل مسارح اسكندريه وباراتها، وكان اشهر واحد في كرموز يفتح مطوه، والضرب في الوش ما فيهوش معلش. جريشه كان بيكره البيس عشان كان مؤذي، فقرر ان هو يهينه. وفي فرح البيس اللي كان عامل صوان كبير وكهارب في كل كرموز وعازم لا اله الا الله عشان يلم النقطه، وكان عازم كل اصحاب المسارح والبارات اللي موجوده في اسكندريه، وكله عشان يتقي شره لازم يجي وينقط. في اليوم ده كرموز كلها وقفت على رجل، عربيات اشكال والوان اول مره الناس تشوفها، وريحه الكولونيا فحفحت في كرموز كلها. وفي نص الفرح جريشه دخل هو ورجالته وطلع على المرسح ومسك الحديده ورمى التماسي على الكل، وراح رامي القنبله بتاعته. وطلع جريشه المسرح وراح قايل التحيه دي من رجاله بتجيب القرش من وش المدفع مش من عرق الستات. جريشه قال الكلمتين ونزل من على المرسح واتقلب الفرح.
البيس حس بالاهانه، ساب العروسه والفرح وطلع يجري ورا جريشه. رجاله جريشه خافت من البيس وهربت، ما عدا 2 فضلوا مع جريشه. فتح البيس المطوه عشان يعلم على جريشه، لكن جريشه كان اسرع منه، طلع يجري، نط في فتحه السرداب وفص ملح وداب. ومن يومها العداوه بقت نار وما بتهمتش. لكن العمليه وسعت منهم، وظابط كراكون كرموز متابع اللي بيحصل في الحي. وده اللي خلى ظابط المباحث بتاع كراكون كرموز يعمل اجتماع عشان يحطوا خطه ازاي يقبضوا على جريشه، لان جريشه ريحته فاحت وهبه الاسم لازم تحضر حتى لو طلب تعزيزات من المديريه. وحط ظابط المباحث الخطه وقلع الميري ولبس جلابيه بلدي. كان اهم حاجه عنده ان جريشه ما يوصلش للانتيكه ولا فتحه السراديب. وفعلا تحوط قوات الاسم والمديريه المنطقه بالكامل بكميات ما شافتهاش كرموز قبل كده. ويحاول جريشه انه يهرب، لكن الخطه كانت محكمه، مهما كان سريع تعمل ايه السرعه وسط الكتره. وتنجح الخطه ويمسك الضابط جريشه ويمشي بيه في وسط الحي لحد شارع خوفه. لكن وقع في غلطه عمره، اتعمد ان هو يهين جريشه ويضربه وسط الناس عشان يكسر شوكته. لكن الناس كانت حزينه على جريشه والظابط بيضربه، والظابط بكل فخر يزود في الضرب. وفي لحظه يحصل حاجه غريبه محدش متوقعها، اطفال كرموز كلهم يتجمعوا، ودول كانوا مشهورين بحتف الطوب، اتعلموا الحكايه دي من فوق جبل الطوبجيه. وفي لحظه بدأ الهجوم، كل اطفال الحي بيحدفوا الطوب على الضابط والقوه اللي معاه. الطوب بقى ينزل على القوه من كل حته ولا كانه مدفع رشاش. اللي استخبى واللي اتعور، هجوم شامل كاسح. وفي وسط ده شويه شباب كانوا قاعدين على قهوه ابراهيم سالم في توة كرموز اللي في وش قهوه ابو خميره، هوب يخطفوا جريشه من الضابط ويطلعوا بيه الجبل. وهناك جريشه يدخل فتحه السرداب وفص ملح وداب. وهنا اتقلبت مديريه الامن. هو ازاي ده يحصل؟ الموضوع بيكبر وخرج بره كرموز، واسكندريه كلها بتتكلم، وانتشرت كمان التفتيش في كل اسكندريه، الكل بيدور على جريشه. وفي يوم جريشه كان ماشي عند باب شرق، بيوقفوا ضابط عشان يفتشوا ويشوف بطاقته، وجريشه ما كانش معاه بطاقه ولا ينفع يتفتش، ده كان في جيبه سلاح، ولو دخل القسم تحري عمره ما هيشوف الاسفلت. وهوب جريشه فلت من الضابط، يجري والظابط يجري وراه لحد ما وصل لمستشفى الرمد. الظابط عرف فطلع سلاحه وضربه طلقه في رجله، لكن جريشه فضل يجري وهو متصاب لحد ما وصل للكوبري ابو عين واحد. جريشه طلع الكوبري لحد سكه القطر، لكن الاصابه كانت منعاه ان هو يجري كويس، والظابط كان مصمم يمسكه مش هيسيبه. هنا جريشه راح نايم جنب سور الكوبري على قضيب القطر. الظابط طلع ورا جريشه، كان عايز يعدي سور القطر وما كانش واخد باله ان جريشه نايم على القضيب. جريشه طلع المطوه وضرب الظابط في رجله، الظابط اتعور. وهنا جريشه قام وقعد يحجل زي ابو فصاده، والظابط وقع ومعرفش يقوم. الحادثه دي قومت الدنيا عليه، الحدوته انتشرت زي النار في الهشيم، والكل بيحكي ايه اللي حصل. الحكايه وسعت وصلت لحد الوزاره في مصر، ملهاش حل، جريشه لازم يتمسك حي ولا ميت. هبت البلد يا اولاد، الموضوع وصل لفوق قوي، الواد بتاع اسكندريه لازم يتجاب. الجمله دي قالها الرئيس السادات في خطبه من خطبه. الخطه المره دي هتبقى من فوق، من الوزاره مش من المديريه. ايه اللي يوقع الراجل؟ واحده ست، هي دي نقطه ضعف الرجاله، وجريشه ما كانش في حياته واحده ست، فكانت الخطه انه يرموا عليه واحده ست من المسجلين اداب، حلوه ونغشه وتجيب اجدعها شنب. رموا الست دي في طريق جريشه في ترماي البلد. الست استفزت جريشه وسط الناس واهانته، فضربها وعورها. وهنا بدأت تستغل أقوى أسلحة الستات، الدموع. صعبت على جريشه فخدها وداها المستشفى الميري عشان يخيطوا لها الجرح. وهنا تقع الطوبة في المعطوبة ويبدأ جريشه يتعلق بيها. بعد يومين البت راحت لجريشه تشكي له همومها وتحكي له إن مرات أبوها طردتها من البيت. وهنا جريشه وقع في الخطأ المميت، قرر إن هو يعيشها في كهف من الكهوف اللي موجودة في كوم الشقافة. الكهف ده كان بيوصل لمقبرة كوم الشقافة. لا مش بس كده، ده عاش معاها وعرفها سره ووراها ازاي تدخل وتطلع من السراديب، وعرفها العلامات اللي كان حاططها على مدخل كل سرداب، وكل سرداب بيودي فين ويجيب منين. بس بنت اللذينة كانت بتستغل غيابه وتروح لضابط المباحث في اسم كرموز وترسم لهم كل المداخل والمخارج بتاعة السراديب. وفي يوم معلوم رجع جريشه السرداب مشتاق، دور عليها ملقاهاش، قعد يناديها يمكن راحت هنا ولا هنا جوه السراديب.
برضه ما ردتش عليه. قال يخرج يدور عليها بره، وهو خارج يدور عليها فوجئ ان الجبل كله متحاوط بقوات امن ما شافهاش قبل كده، كلها جايه من القاهره. والانقح ان كان معاهم فرقه قناصه، ما هو لازم يتجاب، دي هيبه دوله. طلع يجري ناحيه مدرسه صفوت منصور جنب المساكن، ويصدر الامر لفرقه القناصه بالضرب، لانه لو هرب محدش هيعرف يطوله. هم كانوا 3 رصاصات، ويلفظ انفاسه الاخيره وينزل متدحرج من فوق الجبل لحد باب الشؤون الاجتماعيه. ولحد كده ده كان قدره. لكن واحد من القوه يقع في الغلطه المميته، يطلع مسدسه ويفرغ الخزنه في جثمان جريشه. وقع في الغلطه اللي ممكن تولع اي حي شعبي، حرمه الميت. ورغم انه كان تصرف فردي، لكنه كان الشراره اللي ولعت الحي كله. والسويت اشتغل في الحي كله، جريشه مات جريشه مات. مفيش حد من حي كرموز ما راحلوش المشرحه جنب المستشفى الميري. الكل كان مستني جثمان علي الشهير بجريشه. في لحظه كل اهل كرموز بقوا اهله. كان طيب، كان حنين. وعشان الامور ما تتطورش اكتر من كده، صدر تصريح الدفن بسرعه، اكرام الميت دفنه، عشان جنازته تبقى اكبر جنازه شعبيه حصلت في حي كرموز. 50,000 واحد مشوا في الجنازه من اول المشرحه لحد العمود. وكل عيله من عائلات كرموز عايزه تدفن جريشه في المدفن بتاعها. واخيرا خلصت حدوته علي الشهير بجريشه، او روبن هود اسكندريه. ورغم انه كان غلط، بس هي قصه اجتماعيه حصلت في اسكندريه وقلنا نحكيها. وتوته توته خلصت الحدوته. ممكن تقولوا لي في الكومنتات، لو كان جريشه اتولد في حته تانيه وفي ظروف تانيه كان بقى احسن من كده؟